بعد نزول نظارة ابل الجديدة ايقنت انه السيطرة على البشرية حتصير بشكل اكبر، وهم هذا الشيء حيكون مرتبط بالشريحة اللي قالها ايلون ماسك بسنة 2021 وما حد صدقه، وهم اكو شيء خلى مارك يدخل بالاف القضايا وهذا الشيء موجود بهاي النظارة. فاذا كنت عايش بكهف وما تدري شنو صار، فنزلت نظارة جديدة من ابل اسمها الابل فيجن برو. طبعا هي نظارة واقع افتراضي تخليك تفتح تطبيقات قدامك بالحياة الحقيقية، وهي طبعا مزودة ب 12 كاميرا تخليك تشوف الواقع مالتك بجودة عالية، وهم بعد راح تخليك تستغني عن الماك بوك والايفون، لان بعد كل تطبيقات الاي او اس راح تكون موجوده قدامك بالحقيقه، وتقدر تحط شاشات وتطبيقات ومؤقت فوق الاكل اللي انت تسويه واي شيء، وحرفيا راح تقدر تحسن حياتك. وطبعا ماكو احد ما سوى فيديو عليها، وبدت التحديات ال 24 لا مو ال 24 ساعه، بدت التحديات ال 50 ساعه بنظاره ابل، وما حد حكى عن سلبيات هاي النظاره. فحرفيا النظاره شو تسوي بيك؟ تسوي بيك صداع، تدخلك بحالات هلوسه مو طبيعيه، لان حظل تشوف اشياء وتطبيقات تشوف قدامك بالسماء. يعني اني من امنتج 8 ساعات على فيديو واحد ابقى منتج، حرفيا من اطلع اباوع على السماء اشوف اكو ماوس صغير جاي يتحرك ما ادري من وين جاي يتحرك، وهذا انا بظل 8 ساعات على شاشه قدام بالحقيقه. فانت تخيل لو نظاره وتخلي لك الحقيقه مالتك بها تطبيقات وبرامج، فانت تخيل شلون راح تدخلك بحاله هلوسه وتخليك شلون المجنون. وهم سعرها المبالغ به اللي هو يعني $3500 اللي هو بسعر 3 سايبات وبايسكل شحن هديه. يعني شنو هالسعر المبالغ به؟ ما ادري على شنو حاطيها. بس هم راح تجي شركات ثانيه مثل سامسونج هواوي وهونر وهواي شركات حسوا هم النظارات، واذا سووا هذه النظارات راح تجي بسعر ارخص والناس كلها حتشتريها، وهيك الناس كلها راح تنظر. بس طبعا الشركات ما تدور مصلحتك، تدور مصلحتها طبعا. تذكرون سنه 2021 من ايلون ماسك قال انه اكو شريحه صغيره يريد يزرعها بعقل الانسان حتساعد المجنونين واللي عندهم خلل بالعقل واي شيء يقدر يحل هاي المشكله، والناس كلها ما صدقت. يعني شلون تجيب معالج صغير تحطه بعقلك يخليك تحس وتسوي واي شيء انت ما تقدر تسويه حتقوم تحس بيه ويعالج من عقلك. وهم هذا الشيء يعتبر خطر بسبب انه حرفيا كل تفكيرك وكل عقلك حيكون يم هاي الشركات، وكل شيء انت تسويه حيكون يم هاي الشركات. وانت تخيل انه هاي النظاره كل شيء انت تسويه الشركات راح تقدر تشوفها بهاي الكاميرات، وحياتك كلها وعائلتك وزوجتك وكل شيء الناس تقدر تشوفه. فانت تخيل لو صار تسريب بسيط او ابل سربت تسريب بسيط من هذين المعلومات، تخيل لوين الناس راح تروح. بس طبعا ابل ما حتقدر تسوي هذا الشيء. بس لو نرجع لبدايه الفيديو ايش قلنا؟ تخيل لو صار تسريب بسيط. فهم من هذا الكلام صحيح. يعني لو روح الفيسبوك اللي هو عنده هواي معلومات عنك ويتجسس عليك، مارك دخل بالاف القضايا من وراء الفيسبوك اللي يتجسس على المعلومات وعلى شنو انت تسوي، شنو انت تبحث، شنو اي شيء انت تسويه يكون يقدر يشوفها مارك. فطبعا بعد ما سربن او باعهن المعلومات الناس رفعت عليه قضيه. فانت تخيل هاي النظاره اللي تصور حياتك كلها، يعني مو بس معلومات بسيطه، حياتك كلها مصوره. فانت تخيل شلون الشركات راح تقدر تبيعها. وكو شركات رخيصه مثل تكنو انفينكس، هذين الشركات اذا سوت نظارات او كان عندهم الفلوس انهم يسوون نظاره اصلا راح يقدرون بكل سهوله يبيعون معلوماتك، لان الشركات ما تهتم باي شيء، ما عندها قضاء يحاسبها. فاحنا ما لحقنا نظل نحكي بس على التليفون يخليك تفقد شغفك، التليفون ما يخليك تنام، التليفون بيه تطبيقات مثل تيك توك تخرب حياتك، التليفون هم قبل نزلوا نظاره هالكبر خلوها براسك، فاكيد حياتك كلها حتصير عباره عن تكنولوجيا، وهذا الشيء مو زين لان حيخليك تدخل بحالات هلوسه وصرع وحالات يعني امراض نفسيه حتصير بيك من وراء هذا الشيء. واحنا ظلينا نحكي على هاي الشاشه الصغيره انت لازمها بيدك، فانت تخيل انه اكو شيء كبير او حياتك كلها حتصير عباره عن شاشات وتطبيقات بشكل مكان انت حتروح حتشوف اكو شاشه اكو شيء. فبعد من تنزع النظاره بعد استخدام فتره مثلا 50 ساعه مثل باقي الناس حتقوم تهلوس تقول هذا مو كان هنا اكو شيء، هنا مو كان اكو شيء، وتدخل بحاله نفسيه مو طبيعيه وراح تدمر حياتك بسبب الهلوسه اللي راح تجيك من هاي النظاره. وترى هذا النظاره بعد شويه شويه راح تبدي تصغر وتصغر، نفس التليفون اول ما اجى كان هالكبره، بعدين بدا يصغر ويصغر 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 لحد ما صار هذا التليفون الحالي. فنفس الشيء هاي النظاره راح تصغر وتصغر وتصغر لحد ما تصير هاي الشريحه الصغيره اللي قال عليها ايلون ماسك. وهيك حيتحكمون بعد بعقلك وحاسيسك، يعني مو بس كل شيء انت تشوفه، لا بعد حيتحكمون بكل شيء انت تسويه، ويقدرون حتى يشغلوك عندهم وانت ما تدري، او يبيعون حياتك كلها او عقلك كله يبيعوه. مهم نشوف هذا الفيديو اذا تريد تعرف شلون تتخلص من ادمان التيك توك.